لذلك تعالوا نربي جيلا جديدا يؤمن بأن الآخر هو الحيوان، أما الإنسان إن كان من أي شريعة كان أو من أي بلد كان فهو أخ لي، ودمه دمي، وروحه روحي، وفكره فكري، وحريته حريتي، وثقافته مختلفة عن ثقافتي، لنبني الحضارة في الكون. لهذا لا نؤمن نحن أيضا في منطقتنا بتعدد الأديان. ليس هنالك عدة أديان. إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد جاءوا بدين واحد، قداسة الله وكرامة الإنسان. أما الشريعة القانون فهو مختلف من زمن إلى زمن، فيمكن أن تتعدد الشرائع ولا يمكن أن يتعدد الدين، فإلهنا وإلهكم إله واحد، ونحن له مسلمون متمسكون. لذلك لا يمكن أن يكون هنالك صراع ديني. ومن هنا أصل إلى أنه لا يوجد حرب مقدسة. أنا لا أؤمن بالحروب المقدسة، فالحرب لا تكون مقدسة أبدا، إنما السلام هو المقدس فقط. إنما السلام هو المقدس فقط.